بيقول لك سيراميكا جيت تزحلقه ام زحلقك. طب الزمالك لو ما زحلقتوش هيقلعك بس كده. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. طيب، كيف تلعب مع الزمالك في نهائي السوبر؟ طيب الكلام دوت عشان نطلع بالخلاصه او نطلع للفكره اللي احنا عايزين نقولها. نشوف الاهلي كان عنده مشاكل ايه في ماتش الزمالك الاولاني وماتش سيراميكا، وبعد كده نشوف ايه الطريقه الامثل اللي تواجه بيها او تغير بيها المشاكل دي او تحل بيها المشاكل دي. بص يا معلم، مبدئيا كده انت كان عندك مشكله في خط الوسط، انك الثلاثه او الثلاثي اللي بيلعب في خط وسط الزمالك كان دونجا تحتيهم وعبد الله وناصر ماهر، الثلاثه كانوا متفوقين عليك. طب انت تعمل ايه بقى؟ لان انت كان عندك مشكله في حته الاستحواذ بشكل عام. الزمالك كان عارف ان انت بتضغط عالي، فبيعرف ازاي يستحوذ ويبني البنى ويبني اللعب صح ويطلع عليك، فانت بتتفركش. طيب تعمل ايه؟ لازم انت تلعب بثلاثي في خط الوسط يجابه هذا الثلاثي. طيب الراجل في ماتش سيراميكا لعب ب2 دبل 6 وقفشه قدامهم 10. طب هل الكلام دوت كل مع سيراميكا؟ لا. ليه؟ لانك عندك نفس المشكله، انك برضو سيراميكا بتحضر صح وبتطلع عليك. الاتنين دبل 6 بيدافعوا بس من ورا شويه، لا انا لازم ادافع من قدام سنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم يكون فيهم واحد لعيب كوره شويه. يعني المفترض العب بمروان. انا لعبت المره اللي فاتت بكريم نيدفيد ولعبت على اساس ان كريم هو برضه هيطلعني. لا، كريم مش في الحاله الفنيه اللي تخليني كده. فانت عندك اتنين المفترض واحد فيهم يلعب يا عمرو السوليه يا اما مروان. العب بواحد فيهم عشان تضمن انك عندك الثمانيه الكلاسيكي اللي بيلعب فروم بوكس تو بوكس، اللي بيعرف يستحوذ، بيعرف ياخد الكوره. طيب ايه المشاكل الثانيه اللي عندك؟ عندك مشكله في خط الدفاع بتاعك، انك لسه متاثر بغياب محمد عبد المنعم. طيب اشرف داري جاهز ولا مش جاهز؟ مش عارف، انا ما عنديش المعلومه بصراحه. فبالتالي هتفضل عندك المشكله دي لو لعبت بالاثنين اللي هم لسه بيلعبوا. الناحيه الثانيه ناحيه بيرسي تاو ناحيه اليمين، انا شايف ان طاهر هو اللي يبدا. ليه؟ لانك انت من الاخر كده بيرسي تاو عمل اللي عليه، بيرجع مش ما بيرجعش. بس في مشكله، بيرسي تاو برضه في حته الضغط ديت مش احسن حد بيرجع. طاهر البدني بتاعه قوي، بيعرف يستخلص، بيعرف يقف صح. بيرسي تاو تحس انها مش شغلته اساسا، هي مش بتاعته، هو مش عارف يجيبها. يعني هو بيحاول يعمل اللي عليه ومش عارف يجيبها. الناحيه الثانيه بقى لا، امام ما يلعبش. افضل العب بقفشه كرقم 10، يعني العب 4-2-3-1 بحيث ان انا يبقى عندي واحد في وسط الملعب بيجيب لي الاستحواذ ولعيب رقم 8 برضو بيعرف يستخلص ويقف على الكوره ويعرف يطلعني اطلع عليه. لان انا ما عنديش اتنين في قلب الدفاع، الاثنين سنتر باكس بتوعي ما هماش احسن حاجه واعرف اطلع عليه، فبالتالي اقدر اخد الاستحواذ والمشكله اللي عندي الاهلي اقدر اعالجها. الناحيه الثانيه امام عاشور لا ما يلعبش يا جماعه، لان امام واضح ان البدني بتاعه رايح في داهيه. الراجل مفيش التحامات بيكسبها، مش قادر يجري، لا يقعد. يعني انا مش فاهم ليه سر كولر بيموت فيه. ما كانش يلعبه في وسط الملعب، يلعبه جناح. لا يا عم، عندك حسين الشحات وعندك رضا سليم يقدر يبدل اي حد من الاثنين الوينجات، وحسين الشحات يقدر يديك الماتش كله مفيش مشكله. وخد بالك ان الماتش ممكن يروح لوقت اضافي وضربات جزاء، فانت محتاج لعيبه قاعده على الدكه تقدر تنزل تغير لك الجيم. ممكن تخلي امام عاشور لما لوقت تاني يبقى نازل فريش ولعيبه الزمالك يكونوا واقعوا شويه. لكن حته ان انا بقى ابدا بامام عاشور وابقى مصمم على الكلام دوت، او العب 4-3-3 كعاده مارسيل كولر، وهو ده اللي تقريبا انا خايف ان مارسيل كولر يعمل كده. اعتقد ان الزمالك هنعيد نفس السيناريو معاه وهيداس على وشنا. عايز تكسب من الاخر كده لازم تكسب معركه وسط الملعب بس. وحته الجناب بتاعتك لازم تنزل اتنين وينجات، لان احنا كان عندنا مشكله الماتش اللي فات ان الوينجين مش عارفين يقفوا كويس مع الباكين. فانت كان عندك دايما ثغره،
لا انت عارف، ما فيش تفاهم مين بيخش لجوه مين بيطلع لبره، لما بيرجعوا بيقفوا صح ولا ما بيقفوش صح. يعني عندك مشكله جامده قوي في الحته دي، يعني اكتر من مره بيرسي ويطلعوا من ظهره. امام عاشور كان كتير قوي بحس ان هو واقف بيتفرج ما بيعملش حاجه، فكانت الاثنين الباكات متسابين يدافعوا لوحدهم، والاثنين الديفندرات الدبل 6 كانوا عمالين يحلقوا في كل حته. فلازم عشان تاخد ماتش زي ده لازم يبقى في سن التكامل بقى، كل واحد يبقى في مكانه عارف بيعمل ايه بالظبط. لكن انا لو فضلت مصمم على طريقه اللعب بتاعتي، وبعدين في حاجه مهمه كمان، الزمالك عارف يضحك عليك في حته الضغط العالي بتاعك، كان بيعرف يخرج منك صح. طب ما تعمل زي بيراميدز، استنى الزمالك شويه في وسط الملعب، حل عليه من تحت، عشان اقفل على وسط الملعب، اعمل بلوك قوي في وسط الملعب بحيث ان انت ما تطلعش حد من وسط الملعب. انت كان عندك مشكله في ماتش الزمالك الاولاني، ماتش السوبر الافريقي، انك عندك الاثنين عبد الله وناصر ماهر كانوا بيعرفوا يعملوا السويتشات مع بعض حلوه قوي قوي قوي. عبد الله بينزل يستلم، وناصر ماهر كان بيخش ما بين الخطوط وبيستلم صح، بيلعب ما بين الخطوط صح. لا انا بلعب باتنين دبل 6 عشان اعرف اقفل الثغره دي. ففي نفس الوقت انا محتاج عشان ما اخليش الاتنين اللي في قلب الملعب يجروا على الجناب عشان يقفلوا ورا الوينجات، لازم يكون الوينجات بتاعتي بترجع صح وبتقف صح مع الباك الوينج بيعرف يقف صح مع الباك بتاعه. فانا محتاج لعيبه عندها خبرات، لعيبه جاهزه بدنيا، لان مش عارف ليه حاسس ان الاهلي بدنيا مش احسن حاجه، وده ظهر يعني في ماتش سيراميكا. فمش هينفع بقى ايه ان احنا من الاخر كده يتداس على وشنا تاني. لكن كولر بقى هيلعب ازاي ده في علم الله بقى، انا مش عارف. لكن عايز تاخد من الزمالك خط وسطه، لا لاعب قفشه عشان يعرف يجيب لك الاستحواذ زي كده. ما الزمالك بيلعب بعبد الله، هو اللي هيقوم بدوره. ربنا يستر، لان حاله الاهلي مش احسن حاجه. وبيني وبينك انا برضو ما بتشائمش قوي لما الاهلي بيبقى وحش، لانه بصراحه المطوشه دي الفرقه اللي داخله الماتش باللي هو ايه، حاسه ان هي اقل، هي اللي بتموت نفسها اكتر، وهي اللي بتبقى محتاجه الماتش اكتر، وهو الضغوط اكتر على لعيبه الاهلي. لعيبه الزمالك يمكن بسبب الظروف والخناقه اللي حصلت والكلام دوت، فجوميز تحس ان هو خلاص انا كده اصلا الدنيا معايا خربانه وبتاع دوت، وعندي المبرر، انا لسه كسبان بطوله وعندي المبرر اللي يخليني عادي ما اخسر وبتاع وما فيش مشكله، وعندي لعيبه محبوسه لعيبه محبوسه هشتغل. بس كده لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، شير، كومنت، سبسكرايب. لو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.